السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ انا ياكم مزيان، معكم خوكم شفيق. المهم كما عطيناكم الفيديو السابق كيفاش تشريو الموطور ديالكم مستعمل، الاجراءات اللي خصكم ديروا باش تفاداو المشاكل. المهم اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم كيفاش تشري الموطور ديالك من المغازه، والاجراءات اللي خصك دير. كتسمى الموطور جديد. بالنسبه للموطور جديد ما كيكونش فيه مشاكل بحال اللي تاخذ الموطور مستعمل. شنو خصها يكون عندك بالنسبه لك باش تاخذ الموطور جديد؟ اول حاجه البطاقه الوطنيه غير اجباريه باش تكون عندك. هذيك مساله عاديه، هذيك اي واحد خصو يلزم بطاقه وطنيه. كتمشي للمغازه اللي كتعزل الموطور ديالك، هذه مسائل كتخصك. كتمشي للمغازه اللي تشري منها موطور، عند المرشي كيصايب لك واحد الدوسي ديال الموطور. هذاك الدوسي ديال الموطور اللي كيصايبو لك كتشدو من عنده وكتمشي لافيزيت بعدا. اول حاجه لافيزيت، اذا كنت كنت من ديك المدينه هذيك بالضبط كتمشي لديك المدينه هذيك اللي فيها المغازه بالضبط على حسب العنوان ديالك. لافيزيت اللي تابع لك انت، ماشي اي مدينه تصايب فيها لافيزيت على حسب العنوان اللي عندك. او الا كنتي كتسكن في شي مدينه، بحال نقولوا انا كنسكن في سلا وعندي لاكارت نقولوا حنا في كازا، اذا وكنت كنسكن في سلا نقدر نجيب شهاده السكنه مع المقدم ونمشي نصايبها، ماشي مشكل كنسكن. ولكن هي باش تفادى هذا المشكل كامل سير المدينه على حسب العنوان اللي عندك. هذه الا كنتي اجباري انت ممكن تجيب شهاده السكنه، كتسمى كيكون اختلاف بينك وبين لاكارت ديالك. فهمتي؟ شهاده السكنه مع المقدم كتمشي تصايبها في المدينه اللي انت فيها، اللي ساكن فيها، ماشي اللي عندك العنوان. ولكن هي الاصل خصك ترجع للعنوان اللي عندك في لاكارت. كتمشي لافيزيت، كديري مع ديك الدوسي بالضبط، يدوز لك الموطور، كيقلبوا الموطور، كيدوز لك الموطور وكيعطيوك واحد التوصيل ديال شهاده الملكيه. توصيل ديال شهاده الملكيه، هاد التوصيل ديال شهاده الملكيه هذاك المده ديالو ديال شهرين، حيت على حسب شهاده الملكيه راه كتعطل باش كتوجد. كيفاش المده ديالو ديال شهرين؟ هذاك التاريخ فيه اول حاجه مكتوب فيه ممنوع البيع اصلا ديك التوصيل. ثاني حاجه المده ديالو شهرين. اذا فات الشهرين شدوك البوليس راه تخلص مخالفه، كيقول لك خصك ترجع لافيزيت، اما يعطيوك شهاده الملكيه واما يطبعوا لك شهرين اخرى. ماشي زعما كيموت كتلوحوا، راه كترجع لافيزيت. اذا خرجت لك شهاده الملكيه راه كيعطيوها لك، ما خرجت لك كيزيد يطبع لك واحد الكاشي تما شهرين اخرى. عاوتاني اللي كتكون هذيك شهرين كترجع عندهم. المهم حتى كتوجد لك شهاده الملكيه. اللي كتوجد لك شهاده الملكيه هذيك الساعه اذا تهنيتي نص تاع راسك، كتسمى خديتي الموطور ديالك. هذيك تقطع بها راسورانس، دير بها اي حاجه. وحتى التوصيل راه كيعوض عاوتاني شهاده الملكيه. هذيك التوصيل بحال شهاده الملكيه، راه هو مؤقت. هذاك كتقطع بها راسورانس في نفس الوقت باش تدير البوليس ولا شي حاجه، كطيب ديك التوصيل هذاك وراسورانس ديالك، كدير به اي حاجه. هذا هو الاجراءات ديال الموطور جديد. المهم نعاود لكم، غتاخذ دوسي من المغازه، غتمشي لافيزيت اللي عندك على حسب لافيزيت المدينه اللي كتكون فيها، تما على حسب العنوان اللي عندك في لاكارت كطيب ديك الدوسي، كيعطيوك التوصيل. هذيك التوصيل كتقطع به راسورانس، كدير به اي حاجه. عنده شهرين ديال الخدمه بحالو بحال البيرمي شهرين باش كيوجد لك، كيعطيوك الدوسي حتى كيوجد لك سميتو. هذا تقريبا نفس القضيه. الا في هذيك الشهرين كنرجع عندهم كيزيدو كيشيو لك شهرين اخرى، كيبقى صافي بحال اللي كيجدوهم النيت حتى كيوجد لك شهاده الملكيه او صافي. المهم هذيك التوصيله كتقطع بها راسورانس، كدير بها اي حاجه، او من بعد كتخرج شهاده الملكيه. هذيك الساعه كتخرج شهاده الملكيه، بغيت تبيع الموطور ولا شي حاجه كتبقى سهوله باش تبيع الموطور ديالك. وهي اللي كتكون بحال اللي قلتي لاكارت كبيس القديمه، هي شهاده الملكيه اللي كاينه دابا. كان معكم خوكم شفيق. ما تنساوش هذا الفيديو هذا عطيوه الاصدقاء ديالكم اللي كيستعملوا البرمجه الناريه حتى هما يستافدوا منه. وما تنساوش تشجعوا القناه. ان شاء الله اي حاجه جديده اللي تكون نوصلها لكم باش تستافدوا منها. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نخلي لكم ان شاء الله كيفاش تبيعوا بالتوصيل. ولكن ماشي نقول لكم كيفاش تبيعوا بالتوصيل، كاين الاخوان اللي كيبيعوا بالتوصيل. غنقول لكم السلبيات والايجابيات ديالو. هو التوصيل فيه ممنوع البيع. الفيديو الجاي غنشرح لكم هذه المساله هذه. السلام عليكم الاصحاب، كان معكم خوكم شافع.